الفضيحة دي يا جدعان، قلة القيمة دي يا جدعان، ده يمشي فيها كل المسؤولين على كرة القدم والرياضة في مصر. 6-0 6-0. ده انا بالصدفة بنزل بوست على الفيس اقول ان احنا هنقرر موقعة غانا ونخسر 6-1 شكلنا، ده احنا مش عارفين نجيب الواحد. انا هقولها جملة واحدة بس، مفيش في البلد دي فريق في الرياضة بيفرحنا غير الاهلي. مفيش في البلد دي فريق في الكرة بيفرحنا غير الاهلي. مفيش فريق بيشرف مصر ويفرح مصر في الكرة غير الاهلي. لما تخسر من منتخب المغرب 6-0 صايمة، مش عارف، انت مش عارف تجيب فيهم جول، انت مش عارف تعمل عليهم هجمة واحدة. 6-0. ايه يا حكيمي، هتجيب فاول كمان ولا ايه؟ زي اسامة ابو علي بيسجل فاولين هتحطها تاني؟ مش معقولة يعني. فضيحة، فضيحة واكبر فضيحة في تاريخ منتخب مصر سواء اول او تاني. الفضيحة دي اكبر. 6-0 يا جدعان، 6-0 يا اخوانا، 6-0. ليه؟ عشان احنا مش منظمين، عشان احنا مش عاملين سيستم. احنا بالبركة كده لقينا نفسنا في المربع الذهبي. ما تقوليش ده اعداد، ما تقوليش ده تخطيط، مفيش الكلام ده. دول اللي عندهم تخطيط صح، دول اللي الصدفة خلتهم يلعبوا تالت ورابع. المفروض هم يلعبوا نهائي اصلا، المفروض هم يبقوا بطل البطولة. اقوى فريق في البطولة المنتخب المغربي اللي متأسس صح، اللي اتحاده بيشتغل صح. فضيحة. 6-0. ده اللعيبة بتضحك يا جدعان، اللعيبة بتضحك علينا اقسم بالله، والجمهور بيضحك علينا والله العظيم. 3 اللي نيمهم من المغرب محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم الوحيد اللي نيم المغرب من المغرب. النادي الاهلي الوحيد اللي بينيم الاهلي بيفرحني ليه؟ لان لما الاقي فرقه مصريه بتروح تكسب فرق المغرب كلها رايح جاي، وتكسب فرق تونس، وتكسب فرق الجزائر، وتكسب فرق جنوب افريقيا، وتسوح فرق افريقيا كده، وتاخد دوري ابطال افريقيا 4 مرات في 5 سنين، فانا بفرح. لما الاقي فرقه بتشرف مصر وبتروح تلعب كاس عالم من الانديه كل سنه، وتكسب بطل اسيا بصفقاته، بطل السعوديه بصندوق استثماراته، وتكسب بطل ليبرتادوس في امريكا الجنوبيه، فانا بفرح. بفرح وهلل كمان، عشان ده الفريق الوحيد اللي بيشرف الكره المصريه. عشان لما اقول لك ان الفريق الوحيد اللي رفع اسم مصر في الكوره وفي الرياضه هو النادي الاهلي. ايه يا جدعان العبث ده؟ وزيزو، هو كل شويه زيزو اول الماتش يتصاب؟ طب ما قبل كده برضه اتصاب وطلع قبل ما نلعب ضربات جزاء قدام باراجواي، وتاني ماتش لعب عادي جدا ولعب ال90 دقيقة. دلوقتي نفس القصة، قبل كده برضه احنا بنلعب الاهلي طلع في اول الماتش. ما صباح الفل يا جدعان، ما صباح الفل يا اخوانا، ده ايه الفضيحة دي؟ 6-0 يا راجل، ده انا قلت 2-0 كده، انما 6-0 وماتش من ناحية واحدة، واحنا كنا بنلعب جول مشترك. ولا يا جدعان عيب؟ مش احنا اللي يتعامل معانا كده؟ احنا كبار قوي في الكورة، احنا تاريخنا كبير قوي في الكورة يا جدعان. انتوا نسيتوا العروبة؟ جرى يا عم المغربي، ما انت لما تكسب 2-0 مش هتاخد البرونزية يعني؟ انت فاكر لما تكسبني 6-0 هتاخد الذهب؟ ما كانت حلوة 3-0 وخلص، كنت قفل على 5 ولا قفل على 4 يا جدعان. عيب والله العظيم 3. ما هي المجاملات شغالة. عمر الساعي ليه مش موجود؟ لعيبه كتيره مش من حقها ان هي تبقى متواجده. محمد طارق ده بيعمل ايه اصلا؟ ميسي ده بيعمل ايه اصلا؟ بلال مظهر ده بيعمل ايه اصلا؟ مفيش تخطيط. احنا ما عندناش تخطيط، احنا والله بالصدفه لقينا نفسنا في المربع، بالصدفه. محدش يقول لي ده مجهود، محدش يقول لي ده تنظيم. بركات وحازم امام كفايه كده، اتحاد الكرة كفايه كده. طبعا هنفرحوا، ده احنا خدنا ده احنا حققنا مركز رابع، انجاز. مش بالشكل ده، تخسر 2-1، تخسر 2-0، تخسر 3-2، مش 6-0. مش بالفضيحه اللي بتثبت ان انت رحت للمكان ده بالصدفه اصلا، ومش من حقك تكون موجود في المكان ده. السلام عليكم. قبل ما انهي تاني، الفرقه الوحيده اللي بتفرحنا وتشرفنا في مصر هو النادي الاهلي.